يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. قال يا قاعدين يكفيكوا شر المعرفين. اهلا يا عم. تشرب حاجه عندك ساعه لو سمحت وعندك واحد شاي تحريف. السلام عليكم حبايبي واخواتي. امبارح كان في ماتش جامد قوي في نهائي بطولة موسم الرياض بين نادي الهلال السعودي والنصر السعودي. مذيع الماتش ده كان الكابتن مدحت شلبي الشهير بدربوك، اسف الشهير بشلبوك. مش عارف ليه دايما بتلخبط بين الشلبوكه والدربوكه كده، بس ما علينا. كابتن مدحت شلبي امبارح حب يكون معرف على اللعيبه السعوديين ومعرف على الكره السعوديه ويعرف على اللعيبه السعوديين، فقال جمله كده في وسط الماتش ملهاش اي صن في اللازمه، انا مش عارف سببها ايه. تعالوا كده نسمع الكابتن مدحت دربوكه قال ايه. وادي اللياقه البدنيه براوليه روعه عملها امام عاشور، وقع على راسه وراح المستشفى وما لعبش اخر مباراه. نط على قدك يا امام. الحقيقه يا كابتن مدحت انت وانت بتقول الكلمتين دول انا افتكرت شخصيه كده كانت معموله في فيلم مصري جميل من افلام السينما المصريه العظيمه. اتفرج معايا كده على الست ديت وانت هتفتكر الفيلم كويس معايا. ده البيوت بلعت فلوس، المعلم عباس مدندش وساخي ماله يغطي مراته دهب وحماته زارات. ده الحبة اللي بقعدهم هنا ما بسمعش سيرة غير سيرة المعلم عباس وخير المعلم عباس والفرح اللي هيفرحوا المعلم عباس. طبعا الست دي والشخصيه دي من فيلم اسماعيل ياسين في الاسطول، وهنرجع لمشهد تاني في نفس الفيلم ده برضو مع بعض في الفيديو. تابع معايا الفيديو عشان تفتكر معايا ان الفيلم ده فيلم عظيم وقال حاجات كتير مهمة كان سابق عصره واحنا ما خدناش بالنا منها. ما علينا، نرجع للكابتن دربوكة. يوه شلبوكة. دلوقتي يا كابتن مدحت انا عايز اسالك سؤال وسامحني على تدخلي وتطفلي. انت لما رحت تمضي عقد مع الدوري السعودي كنت ماضي علشان تكون مذيعا ومعلقا على المباريات، ولا كنت ماضي عشان تشتغل لا مؤاخذه في الكلمه بلانه؟ واللي ما يعرفش شغله البلانه، لان انا عارف ان الجيل الجديد ممكن ما يبقاش عارف شغله البلانه قوي. البلانه دي هي الست لا مؤاخذه في الكلمه الحفافه. الحفافة برضو لانك برضو ممكن تكون مش عارفها، هي الست اللي بتروح تزين العرايس وتجمل العرايس، لا مؤاخذة في الكلمة كده، تشيل شعر من هنا، تنظف هنا، تعمل هنا قبل الفرح وقبل ليلة الدخلة. فهو ده المسمى الوظيفي بتاع شغلانة البلانة او الحفافة. البلانة دي بقى كانت دايما في شغلها لما يجي لها عروسة تقعد كده وهي شغالة في العروسة وبتنظف في العروسة، تبص تلاقي عمالة تتكلم مع العروسة ومع ام العروسة وتقول لها ده انت بنتك دي قمر، ده انت بنتك دي احلى عروسة في المنطقة، ده انت بنتك احلى من بنت شيخ البلد واحلى من بنت شيخ الحارة، ده انت بنتك احلى من بنت الفتوة، ده يا بخت عريسها بيها. وتقعد تحلي في العروسة وتقعد تقول كلمتين حلوين عشان تاخد قرشين زيادة من ام العروسة، ولا تاخد اي مجاملة زيادة من العروسة تطلع لها باي مصلحة. يعني هي دي شغلانة البلانة او الحفافة. فانا بصراحة مش عارف اللي بيعمله الكابتن دربوكة ده اذاعة للماتش وتعليق على المباريات، ولا ده شغل بلانة؟ اصل انا بصراحة مش فاهم. مباراة بتتلعب في السعودية على كاس سعودي بين ناديين كبار جدا سعوديين، وبتتكلم عن لعيب هو واحد من احسن اللعيبه العرب اللي بتلعب في الدوريات العربيه. سالم الدوسري يا جماعه جناح مفيش بعد كده، جناح مش محتاج حد يتكلم عنه، لا انا ولا الكابتن مدحت ولا اي حد يتكلم عنه. لعيب جامد جدا، ولو قلت مين احسن 5 لعيبه عرب بيلعبوا في الدوريات العربيه لازم هتقول سالم الدوسري ده ضمن احسن 5، ويمكن تقوله كمان ضمن احسن 3. فاحنا مش مختلفين على قيمه سالم الدوسري. انما ايه اللي جاب سيره امام عاشور في الموضوع انا مش قادر افهم. انت قاعد بتذيع ماتش في السعوديه بين فرقتين سعوديين وبتتكلم عن لعيب سعودي ولعيب نجم عربي كبير، ايه اللي جاب سيره امام عاشور دلوقتي؟ هل حضرتك بتعمل كده عشان تطلع بعد الماتش تروح عامل تليفون لطال عمره وتقول له لا اسمع بقى اذاعتي للقاء واسمع الكلام اللي انا قلته على سالم وامام وشفنا بحاجه بقى يا طال عمرك، شفنا بحاجه يا طال عمرك؟ فهل انت جايب سيره امام عاشور عشان كده؟ يعني بصراحه اسلوب رخيص قوي، عيب بصراحة ملهاش لازمة. لعيب ملوش أي ذكر في اللقاء وملوش أي علاقة باللقاء، إيه اللي يخليك تجيب سيرته وتقول إمام
واصله وقع على دماغه وحب يعملها وجاله ارتجاج وما لعبش اخر ماتش. عيب يا كابتن مدحت الكلام ده. امام في التدريبات كان حاول يعمل دبل كيك واختل توازنه ووقع على دماغه وجاله ارتجاج في المخ. فانت ما ينفعش تستغل اصابه زي دي ان انت تطلع على مؤاخذه يعني تشغل الدرابوك تشغل الشلبوك علينا. حاجه كمان يا كابتن مدحت عايز افكرك بيها قالها اسماعيل ياسين في نفس الفيلم دوت، لازم كلنا ناخد بالنا منها. اسمع كده اسماعيل ياسين قال ايه؟ انا وياك لا الوحش بيحلو ولا الزفر بينضح. اظن يا كابتن مدحت رسالتي ورساله الراحل اسماعيل ياسين وصلتك. فعايزك تبقى فاهم يا كابتن مدحت ان انت راجل دلوقتي داخل على سن ال90 وراجل كبير في السن، واللي فاضل لك في الدنيا مش قد اللي عشته. انا مش عايز شغل الصبغه والبوتوكس والفيلر والمكياج اللي انت بتحطه قبل ما تطلع ده ينسيك حقيقه الدنيا وينسيك انت دلوقتي سنك كام. مش عايزك تحس ان انت لسه عيل صغير، عيب. انت راجل كبير ومعدي ال90. خليها حتى عشان لما ربنا يفتكرك نبقى نقول ده في اخر ايامه كان كويس. احترم سنك يا كابتن مدحت وحاول تعمل لنفسك مقام. وبس كده يا عم، وده كان تعليقي ورأيي في كلام الكابتن دربوك امبارح. مستني اسمع رأيكم وتعليقاتكم في الكومنتات، والاهم من ده كله اوعى تنسى اللايك والشير، واشوفك بخير.